وعد بلفور تمت اجتهادات كثيرة حوله. قيل أنه نتيجة لصداقة تربط بين حايم وايزمان وبلفور. قيل أنه بسبب أن حايم وايزمان كان أحد العلماء وقدم مادة اسمها الأسيتون استخدمت في الحرب العالمية الأولى. تعددت الروايات ولكنها في الكثير من الأحيان بتغفل وعد أو مؤتمر كامبل بانرمان الذي نص في أحد قراراته على أنه في المنطقة الواقعة في بحر الأبيض المتوسط وعلى مقربة من شواطئه يقطن شعب فيه وحدة لغة وتاريخ ودين، وفي حالة توحده يشكل عقبة ضخمة في طريق الاستعمار، وكإجراء عاجل وسريع لابد من زرع جسم بشري في هذه المنطقة يفصل المشرق عن المغرب، يكون قوة صديقة للاستعمار عدوة لدودة لأهل المنطقة. هذا النص الذي جرى تنفيذه بعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى، وتداعياته التاريخية وما ترتب عليها وأبرزها احتلال فلسطين. حول هذا الموضوع يتحدث إلينا الدكتور إبراهيم درويش باحث أصيل خاصة في التيارات. الكلام الذي بدأ به الأستاذ أمين الحديث عن وعد بلفور فيه الكثير من المعلومات المؤثرة، ولكنه يعطي صورة عن وعد لا زال تداعياته حادثة في حياتنا المعاصرة، لكنه كان واحدا من مجموعة من القرارات المصيرية التي اتخذتها بريطانيا في أثناء الحرب العالمية الثانية والتي حددت مصير العالم العربي. حقيقة بعض المؤرخين البريطانيين مثل مؤلف كتاب The Beast That in All Beasts فرونكن قال إنه العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط تشكلت في الفترة ما بين 1914 و 1922 عندما تم ترتيب الإرث الدولة العثمانية وتم تفكيكها وتقسيمها بين المنتصرين في هذه الحرب الكونية الأولى. هناك بعض الباحثين وهناك باحثية فرنسية اسمها بيكادو قالت إنه الفترة ما بين 1913 إلى 1924 كانت الفترة التي تم فيها تشويش منطقة الشرق الأوسط، وفعلا سواء كان تشكل الشرق الأوسط الحديث بصورته الحالية التي الآن تعيش مرحلة أخرى من التشوش نتيجة لمرحلة ما بعد الربيع العربي، ونتيجة أيضا لظهور التيارات الإسلامية المتشددة والتدخلات الإقليمية والغربية فيها، كأن التاريخ يعيد نفسه. بالنسبة لوعد بلفور علينا أن نفهم الظروف أو مفاصل تاريخية مهمة تساعدنا على الظروف التي قادت إلى ولادة وعد بلفور، عندما قرر وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر عام 1917 بإرسال رسالة إلى أحد الأثرياء اليهود روتشايلد تحدث فيها عن آمال ونوع من العطف أو التعاطف الذي أبدته الحكومة البريطانية مع آمال وتطلعات الشعب اليهودي في إقامة وطن قومي. وحقيقة كلمة وطن قومي ليست من بنات أفكار لورد بلفور، بل كانت ظاهرة واضحة في كتابات ليون بيسكر، وهو أحد المفكرين اليهود الذي عاش في أوديسا في روسيا، وكتب كتاب اسمه أوتو إيمانسيبيشن. المهم حتى نصل إلى مرحلة وعد بلفور علينا أن نعود إلى التاريخ قليلا. وعد بلفور كان نتيجة لتحولات وظروف مرت بها أوروبا من ناحية علاقتها مع اليهود، وبدأت حقيقة في القرن السابع عشر وحتى ووصل ذروتها في المرحلة نهاية القرن التاسع عشر من خلال الجماعات الصهيونية أو الجماعات المسيحية المتصهينة. عندما ولدت البروتستانتية في ألمانيا وانتشرت في معظم بريطانيا وكذلك في هولندا،
كان هناك نوع من العودة إلى اكتشاف العهد القديم، وكان هناك نوع من الحس بأن اليهود علينا أن نجمعهم في مكان واحد وهو الأرض المقدسة حتى ونقوم بتنصيرهم بانتظار بعد ظهور المسيح المخلص، وبهذا نحل المشكلة اليهودية. نرى في كثير من المحاولات التي قام بها أوروبيون حل المسألة اليهودية كان هناك دافع ليس يعني تعاطف مع الشعب اليهودي بقدر ما كان هناك عداء للسامية. وسنرى لاحقا في أثناء هذا الحديث أن معظم الذين دافعوا عن القضية الصهيونية وآمنوا بالفكرة الصهيونية كانوا من المسؤولين البريطانيين الذين تصهينوا، لكن تاريخهم وإذا عودنا إلى تاريخهم سواء كان بلفور ولويد جورج رئيس الوزراء البريطاني ومارك سايكس كان لديهم مواقف كراهية لليهود أو ما يسمى بالعداء للسامية. فكانت الفترة الأولى إذا فترة المسيحية المتصهينة التي كانت يعني تحلم ببناء أو بالتخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا. بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ولدت الدولة القومية ومنح اليهود في الدولة القومية التي تبنت الفكر العلماني وتخلص من سطوة الكنيسة المسيحية عليها، منحوا حقوقا وبهذا استمتعوا بالكثير من الحقوق والواجبات التي كان يستمتع بها المواطنون الأوروبيين، لكن هذا لم يلغي حقيقة المشاكل الكراهية والعداء للسامية إلا في شرق أوروبا. في شرق أوروبا حاولت روسيا بالتحديد فرض التغيير على اليهود، لكنهم قاوموها وانضموا إلى الثورات الشعبية، وكذلك كانوا عامل تخريب في هذه الدول مما أدى إلى محاولة الحكومات هذه إلى طردهم. وكان هذا يعني نقطة مهمة في عام 1881 عندما اغتيل ألكسندر الثاني قيصر روسيا، وهنا اتهمت الحكومة الروسية اليهود تحديدا بالقيام بهذه العملية وعملية الاغتيال، وبدأت العداوة بشكل مفتوح بين الروس أو الحكومة الروسية واليهود، ويعني تظاهرت على شكل ما يسمى أو أطلق عليه اللاسامية. وتعبير اللاسامية لأن على افتراض أن اليهود هم جنس سامي جاءوا من الجزيرة العربية، ولهذا أطلق عليها أنتي سيميتيزم أو اللاسامية باللغة العربية. في هذا السياق علينا أن نعود أيضا وندرس الدولة العثمانية التي كانت أيضا جزء من النظام العالمي في ذلك الوقت، وكانت الدولة العثمانية هي المؤسسة للنظام العالمي، لكنها كانت في ذلك الوقت في تراجع مستمر، يعني كانت دائما تخسر مناطق سيطرتها سواء في شمال إفريقيا أو حتى في مناطق الجنوب الجزيرة العربية، وحتى أيضا المناطق التي احتلتها في البلقان كانت تحت تهديد دائم. لم تبقى للدولة العثمانية في نهايتها في أيامها الأخيرة سوى الولايات العربية التي عانت الويلات بسبب محاولة تركيا الحفاظ على وحدة هذه الدولة وأن يعني منع التفكك الذي حدث فيها. أشار الأستاذ أمين إلى مؤتمر لندن الاستعماري الذي عقد في عام بين 1950 إلى 1907، وكان هناك حديث دائما عن الدولة الحاجزة أو بفر ستيت، هذه الدولة الحاجزة التي يعني رأى فيها المستعمرون دولة تحجز ما بين أعدائها أعداء الإمبراطورية وبين مصالحها التجارية، وكانت فلسطين في قلب هذه فكرة الدولة الحاجزة، لأن وجود دولة معادية للإمبراطورية البريطانية في فلسطين كانت ممثلة بالدولة العثمانية، كان دائما يشغل بال المحللين الاستراتيجيين البريطانيين، ولذلك كانوا يبحثون عن طرق لتدمير هذه الدولة. وسنرى أن لويد جورج عندما وصل إلى الحكم في عام 1916 في بريطانيا كان العامل الأهم والبعد المهم الذي ركز عليه في فترته السياسية هي تفكيك والدولة العثمانية يعني
ميراث أو توزيع الميراث بينه وبين الدول الأوروبية الأخرى خاصة فرنسا، لكن بريطانيا كانت يعني تركز على فلسطين بالتحديد لأنها قريبة من قناة السويس، وقناة السويس تعتبر من المعابر الاستراتيجية لبريطانيا للهند. نعرف أنه نابليون بونابرت عندما أراد نابليون بونابرت عندما أراد أن يضرب الدولة البريطانية قام باحتلال أو محاولة احتلال مصر في عام 1998، لكنه فشل عندما دمر أسطوله أمام الإسكندرية، وفشلت الحملة العسكرية التي قام بها نابليون. كان الغرض من الحملة العسكرية الفرنسية هي إضعاف ويعني التأثير على المصالح البريطانية في الهند، لأن الهند كانت تسمى the jewel of crown أو يعني جوهرة التاج البريطاني، لأنها كانت تعتبر من أهم المناطق التأثير والسيطرة البريطانية في الخارج. لكن الحملة العسكرية أو الحملة الفرنسية أظهرت بعد مهم في الدولة العثمانية، أن الدولة العثمانية ضعيفة ومفككة ويسهل بالتالي يعني تدميرها وكذلك تفكيكها. لكن برز في أثناء الحملة الفرنسية على مصر بعد، وهو منادى بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة. وكان نابليون بونابرت قد أرسل رسالة إلى اليهود أثناء حصار عكا في عام 1799 طلب فيها من اليهود أن يأتوا إلى فلسطين ويقيموا دولة وكيانا لهم. بريطانيا في هذه الفترة لم تكن بعيدة أو كانت يعني تراقب عن قرب ما يجري في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية مرت بفترة تحديث في الثلاثينات من القرن الماضي من أجل أن يعني تعيد قوتها أو تحافظ على ما تبقى من قوتها. نعرف أنه العثمانيين في المرحلة الأولى من دولتهم سيطروا على أوروبا وسيطروا على مناطق شمال إفريقيا ووصلوا إلى الجزيرة العربية ووسعوا مناطقهم في بلاد الشام نتيجة لأنهم أتقنوا فن الحرب القديم. لكنهم عندما بدأت الدولة في المرحلة الثانية تتفكك ونسوا أن الدول الأخرى في أوروبا بدأت تصفو ويعني تتطور اقتصاديا، ابتعدوا كثيرا، ولهذا وجدوا أنفسهم خارج التاريخ أو خارج السياق التاريخي. حاولوا أن يعيدوا هذه السيطرة وبدأت حملة التحديثات في عهد السلطان محمود الثاني الذي أدخل التحديث والتعليم الحديث والمؤسسات الحديثة بمساعدة من ألمانيا، لأن ألمانيا برزت في مرحلة لاحقة كحليف قوي للعثمانيين، فأدخلوا العسكرية والنظام العسكري المعمول به في أوروبا. ولكن يعني كانت المرحلة متأخرة، لأن معظم الباحثين الذين يعني يدرسون هذه الفترة في التاريخ العثماني يقولون أن الأتراك كانوا متأخرين في الدخول إلى فترة التحديث، لأنها أيضا جلبت معها مشاكلها من ناحية أو المواطنة العثمانية، وبرزت هناك فكرة المواطنة العثمانية التي يعني ساوت بين معظم مكونات الشعب أو الدولة العثمانية سواء كانوا أرمن مسيحيين يهود وما إلى ذلك. ونتج عن هذا الكثير من المذابح التي حدثت نتيجة لرفض المسلمين المساواة بين المكونات الأخرى. نقطة أخرى أيضا أصبحت الدولة العثمانية منهكة نتيجة للديون التي أصبحت يعني البنوك الأوروبية أو نتيجة للقروض التي أقرضتها البنوك الأوروبية للدولة العثمانية. وهذه المرحلة بدأت في الخمسينات من القرن التاسع عشر. لكن بريطانيا كانت تعرف أن الدولة العثمانية في حالة انهيار وفي حالة انهاك، ولهذا قامت في عام 1838 بفتح قنصلية لها في القدس. وكانت المهمة الأولى للقنصل في مدينة القدس هي
أن يهتم باليهود أيا كانت جنسيتهم، سواء كانوا يعني عثمانيين أو كانت جنسيتهم بريطانية أو غير بريطانية. وقامت هذه القنصلية حقيقة بخدمة اليهود حتى بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. لما سيطر البريطانيون على جزيرة قبرص في عام 1827 ومصر في عام 1882، كانت الدولة الوحيدة التي أقامت قواعد عسكرية لها في شرق البحر المتوسط. من هنا ظهرت فكرة الدولة الحاجزة التي أتحدث عنها الأستاذ أمين، التي يمكن من خلالها تنفيذ عدد من المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لجميع الأطراف يعني المهتمة بها. لكن يعني فكرة الدولة اليهودية أو عودة اليهود لم تبدأ إلا في أواخر القرن السابع عشر من خلال كتب مثل كتاب هنري فيش الذي ألف في عام 1621 كتاب البعث الكبير أو دعوة اليهود. وأيضا كانت هناك مشاعر متعاطفة مع اليهود من علماء كبار مثل إسحاق نيوتن وجان جاك روسو وبريسلي وغيرهم من الكتاب الأوروبيين الذين عبروا عن تعاطف مع الأفكار اليهودية. الهجرة إلى فلسطين ومحاولة تحقيق الحلم اليهودي لم تبدأ بشكل منظم إلا في عام 1881، أي بعد اغتيال القيصر الروسي. هناك بدأت هجرة جماعية من روسيا، معظم الذين هاجروا ذهبوا إلى أوروبا وذهبوا إلى أمريكا الشمالية وذهبوا أيضا إلى أمريكا الجنوبية. بالنسبة قليلة جدا من هؤلاء جاءت إلى فلسطين، وهؤلاء الذين جاءوا لم يكونوا ضمن سياق منظمة سياسية، إنما كانوا نتيجة لأعمال خيرية أو جمعيات خيرية حاولت أن تساعد هؤلاء اليهود الفارين من البوغروم أو يعني الإبادة التي كانت تمارس عليهم في روسيا. لأن حسب بعض الإحصائيات نسبة الذين وصلوا إلى فلسطين في هذه الفترة لم تتجاوز إلا 2% من نسبة الذين هربوا من روسيا في تلك الفترة، وكما أشرت ذهبوا إلى أوروبا والأمريكية. عندما أنشئت المنظمة الصهيونية العالمية وعقدت أول مؤتمر لها في عام 1897 في مدينة بال بزعامة هرتزل. نعرف أن هرتزل هو صحفي نمساوي شعر أنه وشاهد أحيانا مأساة أو ما يتعرض له اليهود من قمع ومن اضطهاد في الدول الأوروبية. وكان أهم لحظة في حياة هرتزل هي مشاهدته ما حدث للكولونيل أو العقيد اليهودي دريفوس هذا كان عقيد في الجيش الفرنسي، واتهم بأنه عميل للحكومة الألمانية وقدم أسرار عسكرية للدولة الألمانية، ولهذا حكم. وكانت يعني محاكمته محاكمة عامة واهتمت بها الصحف. ويعني وقف أحد المفكرين والكتاب الفرنسيين المعروفين في وقته إيميل زولا وكتب مقالا مهما إني أتهم هاجم فيه المؤسسة الفرنسية، وتم بعد لاحقا تبرئة هذا الكولونيل. لكن هذا الحادث كشف عن شيء مهم لدى هرتزل، أنه هرتزل رأى أن اليهود عليهم أن يكون لديهم دولة وطنية تحميهم، إنه حل اليهود لن يكون إلا من خلال إقامة وطن قومي لهم. ولهذا جاءت فكرة الحركة الصهيونية التي عقدت أول مؤتمر لها في عام 1897 في مدينة بال السويسرية. ثم بعد ذلك تلاحقت هذه المؤتمرات وبدأت تتشكل الحركة الصهيونية على غرار الحركات القومية التي ظهرت في أوروبا في ذلك الوقت. يعني نعرف أن الحركة الصهيونية لم تكن حركة دينية متطرفة أو يعني تستلهم الدين من أجل عودة اليهود إلى بلادهم، مثل على غرار ما طالب به المسيحيون المتصهينون. والمسيحيون المتصهينون كانوا يرون في دعم الدولة بدعم القضية اليهودية من أجل حل مشكلة اليهود
وتنصيرهم في فترة لاحقة. لكن الحركة الصهيونية تأثرت بالفكر القومي الذي نشأ في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا، والذي يعني قام على الفكر العلماني. ونرى أنه عندما قامت دولة إسرائيل بعد عام 1948 كان معظم المؤسسون لها من حملة الأفكار العلمانية، ويعني كانوا معظمهم متناولين. لكن يعني هرتزل حاول أن يحقق الدولة أو الوطن الدولي لليهود من خلال الدبلوماسية ومن خلال القيام بعملية لوبي للدول العظمى من أجل إقناعهم لإقامة هذا الوطن القومي لهم. ومن هنا يعني هذه المقدمة التي طويلة بعض الشيء تعطينا صورة، تقودنا إلى وعد بلفور الذي كان واحدا من 3 قرارات اتخذتها بريطانيا في أثناء الحرب العالمية الأولى. الأول هو مراسلات الحسين مكمهون. الحسين بن علي كان شريف مكة، وقد يعني قام بمراسلات بينه وبين المفوض السامي على مصر في ذلك الوقت سير مكمهون، والذي حاول أن يقنع العرب أو الشريف حسين أن يدخل الحرب العالمية إلى جانب البريطانيين وإقامة تحالف أنجلو عربي ضد الدولة العثمانية، وعلى وعد أنه إذا وافق العرب على الدخول في هذا التحالف فإن بريطانيا ستعطيهم وطن ودولة عربية بزعامة الشريف حسين، وسيكون الشريف حسين ملك الدولة العربية. الذين يعني درسوا مراسلات مكمهون ووجدوا أن هذه المراسلات والوعود التي قدمتها بريطانيا كانت غامضة. وعندما صدر وعد بلفور تنصلت بريطانيا من فكرة أن فلسطين ذكرت في هذه المحادثات. يعني عندما احتج الشريف حسين في فترة لاحقة، وعندما علم عن وعد بلفور الذي صدر مع سايكس بيكو، تم الكشف عن سايكس بيكو في نفس الشهر الذي كشف فيه الذي تم فيه توقيع وعد بلفور. شريف حسين يعني احتاج، لكن وزارة الخارجية ومكتب العربي في القاهرة كان مسؤول عن المراسلات مع الشريف حسين وأبنائه، قال إن فلسطين لم ترد في هذه المحادثات. وكان هذا يعني لاحقا سنرى أنه عندما اجتمع لورد الجنرال الأولمبي الذي دخل القدس في ديسمبر عام 1917 مع الأمير فيصل بحضور لورنس العرب أو لورنس العرب أريبيا، أكد له وقال له أن القدس وفلسطين ليست جزء من ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى. كذلك أيضا قال له عليك أن يعني تغض الطرف عن بيروت ولبنان، لأن لبنان تم ترتيب وضعها مع الفرنسيين، فلم يبقى للأمير فيصل في ذلك الوقت إلا إلى دمشق. ولاحقا بعد أن أقام الدولة العربية التي لم تعطهم كثيرا، قرر يعني قام الفرنسيون بتدميرها، فانتهى أخيرا كما نعرف الملك فيصل حاكما على العراق من أجل استرضاء، يعني تم وضع إقامة الملكية الشريفية في العراق من أجل استرضاء محاولة تقطيب الأخطاء التي ارتكبتها بريطانيا في ذلك الوقت. وسنرى أنه وعد بلفور حقيقة بريطانيا عندما صدر عن وزارة الخارجية، وعندما صدر عندما أرسل بلفور رسالة، بريطانيا لم تكن تعرف شيئا. يعني عندما ماذا تتصرف بعد ذلك؟ من سيقوم بتطبيق هذا الوعد؟ هذه أمور يعني تركت للمستقبل. لكن عندما سقطت القدس وتم تعيين هربرت سوميل أو كمندوب سامي أول على فلسطين في عام 1920، بدأت حقيقة المرحلة الحقيقية لتطبيق وعد بلفور. ويعني وجدت الحركة الصهيونية في تعيين هربرت سوميل الذي كان صهيونيا متعصبا، وكان عمل وزير الداخلية في الحكومة البريطانية، وجدت فيه عونا على تغيير البنية السكانية والبنية الطبيعية لفلسطين. المهم في
إذا عدنا إلى مراسلة مكمهون الحسين، كان البريطانيون حريصون على أن يعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك، وفي من أجل يعني دعم الجهود الحربية البريطانية. كانت يعني مشاركة العرب في الحرب العالمية الأولى مهمة، لأن الدولة العثمانية يعني لم تستسلم. يعني الحملة على فلسطين استغرقت 6 أشهر، لم يعني يهزم الجيش العثماني إلا بعد أشهر من المعارك. كذلك أيضا على جبهات العراق في بلاد الرافدين عانى الجيش البريطاني من هزائم شديدة. يعني صمد العثمانيون في المعارك في الحرب العالمية. كذلك في غاليبولي كانت أيضا ملحمة انتصر فيها الأتراك، مما يعني أدى إلى قلق البريطاني، ولهذا كانوا حريصون على أن يحصلوا على موافقة من الشريف حسين، وقال له اشترك الآن في الحرب وسنتفق على بعض القضايا في المستقبل. لأنه بريطانيا لم يعني تكون واضحة في التعهدات التي قدمتها للشريف حسين. مثلا طلبت بعدم طرح موضوع عدن ومرسين كجزء من التسويات، كذلك جنوب العراق وإمارة الخليج المتصالحة وعدن كانت ليست ضمن اتفاقات حسين مكمهون. ومن هنا تم إقناع الشريف حسين على أن يعلن الثورة، وقد أعلن الثورة في الحجاز في 10 حزيران في عام 1916، وبهذا دخل العرب مع الثورة العربية. طبعا العرب دخلوا أو يعني النخب العربية وقفت مع الشريف حسين ودخلت مع في الحرب إلى جانب الحلفاء، نتيجة للتصرفات التي تصرف بها جمعية الاتحاد والتراقي، يعني الذين حاولوا تتريك الدولة العثمانية وفرضوا كثير من السياسات على العرب، مما أدى إلى ظهور الجمعيات السرية سواء كانت في دمشق أو في اسطنبول. وكان الأمير فيصل الذي يعني ولد ونشأ وقضى معظم حياته في اسطنبول قد زار دمشق، ويعني التي كان يحكمها في ذلك الوقت يعني حاكم سوريا العام في ذلك الوقت كان جمال باشا المعروف في الأدبية العربية بالسفاح، لأنه قتل عدد من أحرار العرب وعلقهم على المشانق في ساحات دمشق وفي بيروت. فاجتمع الشريف حسين الأمير فيصل سرا مع هذه النخب العربية التي كانت تطالب بحكم عربي ذاتي وبالتخلص من نير الأتراك، ولهذا وقفت هذه النخب مع الشريف حسين وقاتلت معه، رغم أنها مع بادية الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة العثمانية فيها قررت أن تطرح خلافاتها مع العثمانيين وأن تشارك معهم وتدعمهم، لأن الطريقة التي دخلت فيها الدولة العثمانية الحرب العالمية كانت طبعا من خلال إعلان الجهاد الكبير ضد الحلفاء. وهنا نقطة مهمة، لأنه العثمانيين أو جمعية الاتحاد التراقي ترددت كثيرا في الدخول في الحرب العالمية الأولى، ولكنها تعرضت لضغوط شديدة من الحكومة الألمانية. كان هنا في نقطة مهمة، وهي أن الحكومة الألمانية كانت ترى في دخول الدولة العثمانية عاملا مهما في ترجيح كفة الحرب لصالحها. لماذا؟ لأن القيصر ويلهلم الثاني الذي زار فلسطين وزار دمشق، وكان يعرف أنه أن يقدم احترام لضريح ابن عربي، وهو الذي أمر ببناء ضريح ابن عربي المعروف في مدينة دمشق. كان يؤمن بفكرة الجهاد الإسلامية العالمية، هذه فكرة الجهاد التي كانت تجمع المسلمين بشكل عام. وطبعا المشكلة أن الأوروبيين سواء كانوا بريطانيين أو ألمان كان لديهم فكرة ينظرون إلى المسلمين على أنهم يعني تنوع واحد، لكن هناك عدد من التنوعات المختلفة داخل الأمة الإسلامية. لذلك كان يرى الألمان أنه إذا أعلن
السلطان العثماني الجهاد ضد الدول الحلفاء، فإن المسلمين في الهند سينهضون ضد البريطانيين، وبالتالي ستنهزم بريطانيا والدول المتحالفة معها في الحرب العالمية الأولى. إلا أن هذا طبعا لم يحدث. عندما أعلن العثمانيين الدخول في الحرب العالمية الأولى لم يحدث هذا السيناريو، وقرر المسلمين الهنود البقاء مع الدولة العثمانية. بالعكس، قتل المسلمين الهنود الذين قاتلوا مع الدولة العثمانية، وقتلوا عددهم بمئات الآلاف. هناك موجود منهم قتلوا في جنوب العراق، لأنه مكتب الهند كان مسؤولا عن هذه الجبهة. بعض المسلمين والعرب قتلوا على جبهة جاليبولي وغيرها من الجبهات، مئات الألوف الذين قتلوا على هذه الجبهة، وكذا أيضا مئات الألوف من الفرنسيين الجزائريين والتونسيين والمغاربة الذين قتلوا سواء في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دفاعا عن الإمبراطورية الفرنسية والبريطانية. في الجانب الآخر كان هناك في الدولة العثمانية مجموعة الثلاثي طلعت وجمال وأنور. هذا الثلاثي الذي كان يحكم الدولة العثمانية بعد الحرب، بعد تنحية السلطان عبد الحميد عن السلطة في عام 1909 أو ما يسمى بمعركة الدستور العثماني. هذا الثلاثي خاصة أنور باشا كان يؤمن مثل الأمان بفكرة الجهاد العالمي، خاصة أنه قاتل مع الليبيين وقاتل ضد الإيطاليين ومع جماعة عمر المختار، وآمن بأهمية الجهاد وقدرته على التحشيد والتعبئة. لكن عمليا جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تريد أن تحقق الوحدة لدى أو يعني المجد العثماني، كانت كلما خطت خطوة كانت تخسر. مثلا في المرحلة الأولى خسرت منطقة البلقان. أنور باشا قاد الجيش الثالث في معركة من أجل الدخول إلى روسيا ومنع إقامة كيان أرمني على الحدود التركية الروسية، لكنه خسر الجيش الثالث كله. وهذا طبعا إذا قرأته في كتاب صدر حديث من تأليف أحد الأساتذة في جامعة أكسفورد اسمه يوجين روغان، The Fall of the Ottoman Empire in the Middle East in the First World War، يشير إلى هذه المغامرات والمعارك التي دخلتها الدولة العثمانية تحت حكم الاتحاد والترقي والنظام القمع الذي مورس ضد العرب وغيرهم. يعني في أثناء الحرب العالمية الأولى الدول العربية أو الولايات العربية سواء كانت في دمشق، في سوريا، في لبنان وفي فلسطين، عانت الكثير من الويلات من ناحية تجنيد أبنائها للجندية أو السفربلك. كذلك عانت من المجاعات والجراد. إذا لم يكن هناك نقص في الأغذية فكان الجراد يأكل المحاصيل الغذائية. كانت الدولة العثمانية أو الجيش العثماني يأخذ المحاصيل الغذائية قسرا من المواطنين. كان أيضا في بعض السنوات ثلج أو موجة برد وصقيع شديدة أدت إلى موت معظم المواشي في سوريا. لم يعد هناك لدى الناس ما يأكلون وما يعيشون عليه، ولذلك العرب عانوا الكثير في هذه الفترة. لكنهم يعني كانوا يعني خاصة النخبة التي عاشت مع العثمانيين، لأنه عندما سقطت الدولة العثمانية في عام 1917 وجد العرب أنفسهم كالأيتام، خاصة أن هناك أجيال من العرب عاشوا 4 قرون تحت الدولة العثمانية، ولذلك شعروا بأنهم خسروا الكثير. بعدما تكشف بشكل واضح ما فعله المستعمرون والخيانات التي تمت للعرب في هذا الموضوع. يعني أن تحدثت عن المحور، يعني المفصل الثاني هو مراسلة حسين مكمهون، لكن كان هناك أيضا قرار ثالث أو يعني محور ثالث، وهو اتفاقية سايكس-بيكو والتي تمت بين ماركس سايكس المستشار السياسي للورد كيتشنر وجورج بيكو وهو المسؤول الفرنسي، اللذان اجتمعا من أجل ترتيب مرحلة ما بعد الدولة العثمانية. وتم رسم خريطة تسمى خريطة على الرمال أو ساند، حيث تم تقسيم يعني ما تبقى من الدولة العثمانية وهي الولايات العربية إلى محاور.
بالأزرق كانت هذه المناطق ستعود إلى فرنسا. A بالأزرق ملونة بالأزرق على الخريطة هي مناطق سيادة فرنسا فيما بعد سقوط الدولة العثمانية. كذلك الأحمر كانت هي مناطق سيادة الدولة البريطانية، وكانت يعني معظم العراق. وتم تحديد فلسطين باللون البني، وقالوا أن هذه هذه المنطقة اللون البني ستكون تحت إدارة دولية. هناك بعض الباحثين يقولون أن وعد بلفور الذي صدر في 2 نوفمبر 1917 كان محاولة من وزارة الحرب، لأن الذي أصدر وعد بلفور هي وزارة الحرب البريطانية، محاولة تصحيح وتعديل ما خسرته بريطانيا من تنازلات قدمها مارك سايكس للفرنسيين، خاصة أن الكثير من المسؤولين في وزارة الحرب سواء كان تشرشل، كان لورد بلفور، سايكس، كذلك لورد جورج لم يكونوا راضين عن هذه التنازلات، وكانوا أيضا يريدون أن تكون فلسطين جزءا من السيادة البريطانية، وعملوا جهدهم لهذا، لأنه قالوا البريطانيين قاتلوا معارك شديدة في غزة وفي بئر السبع، وأيضا زحفوا نحو القدس وخسروا الكثير من الأرواح والأموال، فليس من السهل التخلي عن هذه المنطقة فلسطين. كذلك أيضا تعلمت بريطانيا من دروس التاريخ أنه عليها أن لا تدع كما أشرت في البداية عدوا أو دولة معادية لها تسيطر على فلسطين، لأنها قريبة من مصالح السيادة. في هنا نقطة مهمة، أن وعد بلفور تم الإعلان عنه في الصحف البريطانية بعد أسبوع من صدوره، يعني كان الشخصية المحورية في إصدار وعد بلفور وايزمان. هناك الكثير من الروايات تقول أنه بريطانيا أرادوا أن يكافئوا وايزمان، وكان عالم كيمياء، على الاكتشاف الذي اكتشفه، يعني كان مفيدا في الجهود الحربية. وهناك بعض الباحثين يقول أنه وايزمان كان هو مسؤول عن الحركة الصهيونية، والذي رتب الحركة الصهيونية في أوروبا وفي بريطانيا. يعني كدليل على أهمية وايزمان في المحادثات والمداولات التي تمت في وزارة الحرب، أنه كان يقف على باب وزارة الحرب، وعندما يعني خرج في 31 أكتوبر 1917 خرج مارك سايكس من الاجتماعات ليقول يعني يهنئ وايزمان على الخبر، فقال له حي وايزمان اتس ا بوي، يعني انه اجى ولد، يعني معنى ولد انه يعني مشى القرار اتس ا بوي. فكان يعني هذا يعني يعطي صوره على ان القرار على اهميه وايزمان في هذه المداولات. لكن بلفور تم الاعلان عنه في 9 نوفمبر 1917 في الصحف البريطانية، على خلاف اتفاق سايكس-بيكو. سايكس-بيكو عرف العالم عنه من خلال الروس، لأنه ليونيد تروتسكي الذي كان مسؤولا عن ملف الخارجية أراد أن يفضح القيصرية الروسية بعد الثورة البلشفية، فبدأ ينشر في الملفات، وكان منها ملف العلاقات أو الاتفاق سايكس-بيكو، لأنه المحادثات أو المفاوضات تمت بين الفرنسيين والبريطانيين بشكل محدد، إلا أن روسيا كانت أيضا تريد أن تدخل في هذه المفاوضات، وهي أيضا كانت جزء واحد من الاتفاقيات التي تم اتفاق عليها أثناء الحرب العالمية الأولى. منها كان اتفاق تقسيم القسطنطينية وتقسيم اسطنبول في عام 1915، لأن روسيا كانت أيضا طامحة لأن تعيد المجد المسيحي إلى القسطنطينية، فكانت تريد السيطرة على اسطنبول. وكانت يعني الدول الحليفة لما بدأت معركة غاليبولي كان الجزء في هذه المعركة هو محاولة محاصرة الدولة العثمانية أو تركيا والدخول بعد ذلك إلى اسطنبول، وكانت روسيا تريد هذا أن تكون اسطنبول أو قسطنطينية من حصتها. لكن هذا طبعا
لم يحدث نتيجة لصمود العثمانيين أو الأتراك في معركة جاليب، والتي كلفت الجميع مئات الألوف من الخسائر. في نقطة مهمة يعني أريد أن أشير أن دخول الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى أدى إلى إطالة أمدها. يعني هي في البداية حسب كثير من المؤرخين كانت عبارة عن حرب داخلية بين دول أوروبية متقاتلة، لكن دخول الدولة العثمانية حولها إلى حرب كونية وأدى إلى إطالتها، وانتهت كما أشرنا إلى تلك النهاية. هنا لما تم الكشف عن اتفاق سايكس-بيكو ووعد بلفور كانت ضربة للدولة العثمانية. حاول الدولة العثمانية خاصة جمال باشا أن يستخدم سايكس-بيكو ووعد بلفور من أجل إقناع العرب أو الشريف حسين أن يتعاون مع الدولة العثمانية، وعرض عليهم في رسالة أرسلها إلى الأمير فيصل في ديسمبر 1917، يعني قبل سقوط القدس بقليل، وعدهم بإقامة كيان عربي مستقل ضمن السيادة العثمانية إذا قرروا أن يتخلوا عن التعاون مع الحلفاء. وألقى خطاب يعني مهم في مدينة بيروت. هذا الخطاب يعني هاجم فيه الشريف حسين وأبنائه، وقال أنهم هؤلاء يعني البريطانيين، نوايا البريطانية كانت معروفة وقد كشفت بشكل سريع. وقال أن الشريف حسين إذا أراد أن يكون ملك العرب فإن سيكون ملك العرب، لكنه سيكون كعبد للبريطانيين. لكن الشريف حسين يعني وصل إلى نقطة لا رجع، تعاون كثير مع البريطانيين، فلم يكن هناك لديه وأبنائه أي فرصة للتراجع عن التعاون مع الحلفاء. وظل يعني يأمل أن يقوم البريطانيون بالوفاء بوعودهم، لكن المشكلة أن البريطانيين لم يفوا بوعودهم. قلت أن اتفاق بلفور كان من عمل وزارة الحرب، وكان هو عبارة عن وثيقة دعائية من أجل يعني كسب اليهود، لأن هناك أيضا في عامل مهم أن معظم الذين دعموا وعد بلفور كانوا من الشخصيات ذات التاريخ في الكراهية لليهود. يعني إذا قرأت حياة لورد بلفور كان من الشخصيات التي قامت بدعم مشروع قانون الهجرة وهاجم فيه اليهود، وقال أن اليهود يعني لم يقوموا بالاندماج في الدولة البريطانية. لكن أيضا هناك بعد آخر متعلق بأن بريطانيا كانت تريد أن تحصل على دعم اليهود الأمريكيين في أمريكا. كان هناك اعتقاد لدى معظم النخبة البريطانية أن اليهود لديهم القدرة التأثير عالمي، يعني لديهم حكومة عالمية من خلال الاقتصاد ومن خلال السياسة ممكن أن يؤثروا على الحكومة البريطانية. وبريطانيا كانت في ذلك الوقت تريد من أمريكا تحت إدارة وودرو ويلسون المعروف بنقاطه ال14 أن تدخل الحرب العالمية الأولى، لأن بريطانيا دخلت متأخرة في الحرب، أمريكا دخلت متأخرة في الحرب، ومع الثورة البلشفية خسر الحلفاء الدعم الروسي، ولهذا كانت بريطانيا حريصة على أن يكون هناك دعم قوي للدولة من وودرو ويلسون. ولكن يعني كما أشار في أحد الكتاب البريطانيين في كتاب معروف صدر في عام 1939 من مؤلفه جيفريز. هذا الكتاب اسمه فلسطين ذا رياليتي، وكاتب يعني هو صحفي بريطاني قضى حوالي 20 عام يؤلف هذا الكتاب، وصدر في عام 1939 تحدث فيه عن ظروف وعد بلفور، وقال انه هذا وعد بلفور يعني كل نقطة وزنت يعني وزنا قبل ان يتم اعلانه. هو عبارة عن 62 كلمة اذا اخذنا
حذفنا الكلمات المتعلقة بالحكومة البريطانية، إلا أن هذا الوعد تم تداوله وتمريره بين شخصيات بريطانية وأمريكية لها علاقة مع ويلسون، وتم طبخه بعناية تامة، شاركت فيه شخصيات يهودية وغيرها من أجل الإعلان عنه. يعني الوعد كان هناك يعني محاولة أيضا لإدخال أو يعني لإقناع اليهود الأمريكيين بالضغط على الأمريكيين أو المؤسسة الأمريكية من أجل الدخول في الحرب العالمية الثانية. لم تكن المؤسسة اليهودية كلها يعني مقتنعة بهذا الوعد. هناك كان كثير من اليهود الذين رفضوا، قالوا أن وعد بلفور قد يكون مدعاة للسامية التي يعني نحن نقاتلها. وكان أهم الشخصيات إدوين مونتاج، وإدوين مونتاج كان الوزير اليهودي الوحيد للحكومة البريطانية، فكتب بيان ويعني مهم ومشهور اسمه The Anti-Semite of the Present Government، اللاسامية الحاضرة، اللاسامية في الحكومة الحالية، ويعني هاجم فيه المسؤولين وزارة الحرب. لكن وزارة الخارجية ردت على مونتاج وحاولت أن يعني تفند كل الأفكار التي وردت في المقال. يعني كان مخاوف مونتاج هو أن يؤدي الوعد إلى إثارة المشاعر المعادية للسامية ضد اليهود. لكن هرتزل كان يرى أن اللاساميين هم أصدقاء الدولة اليهودية الوحيدين، لأنه إذا كان هناك معه مشاعر عداء للسامية فإن يعني الظروف تكون مهيئة من أجل أن يتم تحقيق الوعد اليهودي. يعني في هناك بعض النقاط الأخيرة التي أريد أن أختم بها الحديث عن الوعد بلفور. وعد بلفور هو أنه يعني أعطى من لا يملك، كما يقول من لا يملك أعطى من لا يستحق. وهي عند وعد بلفور كان أول وعد يقوم على تقوية جانب المستعمرين. كان يعني أول وعد في التاريخ يتم فيه الوقوف، تقف فيه دولة إلى جانب المستعمرين، يعني العرب الفلسطينيين تمت الإشارة إليهم على أنهم non-Jewish citizens، وأنه تم منحهم حقوق مدنية، رغم أنه في وقت كانت نسبة اليهود في فلسطين لا تتجاوز 5%. المشكلة أن هرتزل وغيرهم من يعني مفكري الصهيونية كانوا يقولوا أنه يجب أن نعطي فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، لكن عمليا فلسطين كان يعيش فيها السكان لديهم تواريخ تعود إلى آلاف السنين. هرتزل لم يكن يرى أن الفلسطينيين الموجودين في فلسطين هم شعب، لا يوجد هناك هوية فلسطينية وطنية واحدة. وكان هو في كتابه الأرض نسيت عنوان الكتاب، لكن يعني فرق بين سكان فلسطين بين الأفندية الذين يمكن شرائهم بسهولة والفلاحين الذين يمكن التخلص منهم بسهولة. فهي طبعا هذه رؤية استعمارية قائمة على مسح الفلسطيني، لأنه الوعد عمليا مسح الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين يعني بشكل كامل. وهاتان حقيقتان ويعني تأكدتا في وثيقة الانتداب التي صدرت بعد تحقيق بريطانيا ما أرادت من السيطرة على فلسطين ووقوع فلسطين تحت إدارتها، وبذلك بدأت عملية تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية. في البند السادس مثلا أو البند الأول في وثيقة الانتداب نص على أنه الوكالة اليهودية ستكون هي الموكلة بتحقيق حلم اليهود أو الدولة أو الوطن القومي لليهود في فلسطين.
البند السادس وهي أول وكالة غير يهودية غير بريطانية يعترف بها في هذا المشروع. في البند السادس مثلا من قانون الانتداب أشار إنه التزام بريطانيا بتوطين المهاجرين، ومن هنا يعني كما قلنا قام الانتداب على فكرة رئيسية وهي تمكين المستوطنين من استعمار فلسطين. وأكد الانتداب الصهيوني أن الشعار الصهيونية أن الصهيونية أرض، أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. التطورات التي حدثت في الدولة العثمانية يعني، وهي نقطة أخيرة، وخروج الدولة العثمانية من المعادلة التاريخية أو من المنطقة العربية أدى إلى تحولات في الهوية العربية والهوية الفلسطينية. مثلا في رشيد الخالدي في كتاب مسلم Palestinian Identity حاول أن يقرأ هذه التطورات في الهوية الفلسطينية، لأنه الهوية الفلسطينية ظلت أول 4 قرون هوية عثمانية أو هوية مرتبطة بدولة عثمانية. وعندما بدأت الجمعيات السرية العربية بدأ الحديث دائما عن الهوية العربية والأمة العربية. يعني مثلا أول صحيفة صدرت في أهم صحيفة كانت تصدر في فلسطين اسمها سوريا الجنوبية. سوريا الجنوبية يعني أنه هي سوريا الطبيعية، وسوريا الجنوبية أنه فلسطين هي في جنوب سوريا. ولهذا طبعا تأكيد على أهمية ووحدة الأمة العربية في السياق القومي العربي. لكن بعد بداية الحملة الاستيطان الصهيوني والانتداب البريطاني تغيرت هذه القضايا المشاعر، وبدأ هناك التأكيد على هوية فلسطينية ضمن السياق العربي. الحقيقة هناك عدة ملاحظات في الطرح. كلمة وعد يعني هي العبارة وعد، لكن لما ترى سياق الأحداث تلاقيها خطة متكاملة جدا خطوة بعد خطوة. يعني محادثات مع محمد حسين 1916 في الوعد سنة 17 يدخل جنرال أليمبي بعدها إلى فلسطين في ديسمبر. جيش جنرال أليمبي في فيلق صهيوني يهودي صهيوني بقيادة جابوتينسكي معد انه يدخل الى فلسطين. مجرد دخول بعد مؤتمر سان ريمو يتعين هذا صمويل صهيوني يهودي صهيوني، مش مجرد بريطاني، يهودي صهيوني. الوكاله اليهوديه يتم الاعتراف بها، انشاء اتحاد العمال اللي هو المواطن اللي يشتغلون، 4 فرق الهجناء وجوز اليوم يشتغلوا. كل يعني دي مش صدفه ومتتاليه، يعني هناك خطه كامله لاستدرار المعكم ببانرمان ان هي لابد من زرع الجسم البشري ده، فماشيه بخطه يعني واحده ورا الثانيه. هو مش مجرد وضع لا صداقه مع حي ويزمان ولا ارتباطات بدعم اليهود، لا دي خطه كامله متسلسله وتواريخها قريبه جدا من بعض. ده مجرد وعد ولا ده في اطار خطه ماشيه؟ هو كان وعد، لكنه الحركه الصهيونيه وجدت فيه فرصه لتطبيقه على الارض، لانه تم ايضا دمجه في اتفاقات السلام في فرنسا، وحاولت حي مايزون حقيقه الان يعني يضم هذا في الاتفاقات مع الحكومه التركيه، لكن الحكومه التركيه رفضت ان توافق على هذا على دمجه ضمن اتفاقيه السلام. لكن كما اشرت انه كان هناك الحركه الصهيونيه عندها خطه عشريه، يعني اذا انت حاولت ان تقرا الحركه الصهيونيه وتطورها في كل سنه من 1897 الى 1907 الى 1917 كان هناك دائما في قفزات في الحركه الصهيونيه. كان عندهم ايضا بالاضافه الى هذا الصندوق القومي اليهودي الذي كان يقوم بشراء الاراضي من الفلسطينيين، ولكن عمليا التطبيق الحقيقي على الارض بدا بتعيين هربرت صوميل. هربرت صوميل كان الشخصيه المهمه التي يعني لعبت دور في تطبيق المشروع الصهيوني. يعني مثلا من الاشياء التي ممكن لا يلاحظها الكثيرين انه بريطانيا عندما
بدأت تدير فلسطين، لأنه الانتداب هو عبارة عن تحضير السكان لأن يكونوا في وضع في إدارة أنفسهم بأنفسهم. لكن هذا طبعا لم يحدث، لأنه عندما انتهى الانتداب في عام 1947 خرجت بريطانيا وتركت البلاد بدون ترتيبات. يعني البريطانيين هربوا من فلسطين بدون أن يعني يرتبوا أي وضع، ولذلك كان الكفة في صالح اليهود نتيجة للدعم الذي استمر على عقدين أو 4 عقود، العقدين من الزمان لهذه الحركة الصهيونية. فكان هناك يعني هذه العشرية كان هناك عمل دائم ودؤوب من الحركة الصهيونية من أجل أن يعني تؤسس لهذه الدولة. لكن هو كما الوثيقة ليست قانونية عمليا، بلفور إذا أنت أردت أن تدرسه يقول ليس قانونيا، لكنه يعني اليهود يعني اعتبروه فرصة لهم من أجل أن يحققوا ما يريدونه هو إقامة وطن قومي لليهود. حتى إذا قرأت النسخة الإنجليزية الناشونال هوملاند لم تكن ليست مكتوبة بحروف يعني كبيرة كابيتال لتر، إنها ناشونال هوملاند يعني سمول لترز يعني فلهذا السبب لم يكن هناك بريطانيا نفسها لم تكن تعرف يعني من ضمن المراجع التي قرأتها من أجل هذا الموضوع لم تكن تعرف ما سيحدث فيما بعد، لأنها أعطت وعود لأكثر. يعني أعطت وعود لليهود، أعطت وعود للعرب، أعطت وعود للأتراك، أعطت وعود للفرنسيين، ولكن خنثت كل هذه الوعود. الحركة الصهيونية كانت ذكية، وجدت أنها حليف قوي لليهود لبريطانيا، وبريطانيا كانت تؤمن بهذا الحليف، واستطاعت أن يعني تستفيد من هذا الوعد وأن تحاول أن تحققه عمليا. الحركة الصهيونية أنه هي وجدت بالتداخل بين الحكومة البريطانية والمسيح البروتستانت وليس اليهود، لأنه اليهود كانوا مؤمنين عندما كانوا ساكنين في أقطار أوروبا جميعهم مؤمنين بمبادئ الثورة الفرنسية، ولذلك اللي ظهر على هذه الحركة هو بتفاعل البروتستانت مع البريطانيين اتفقوا على تأسيس هذه الحركة. والحركة الصهيونية كما معروف ومن كتاب يوري إيفانوف الكاتب السوفيتي أستروجنسيانيزم يعني أحذاري من الصهيونية، جسدت أفكاره في قرار اتخذ بالأمم المتحدة وهو اعتبار الصهيونية عنصرية. لكن للأسف أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اتخذت الجمعية قرار آخر بالضد من هذا القرار واعتبار القرار لاغي، وهذا طبعا تم بعملية تفاعل بين الأنظمة الإمبريالية والصهيونية لإلغاء هذا القرار. بس نعم صحيح. انه انا ذكرت انه الحركه الصهيونيه البروتستانتيه من الجماعات المسيحيه كان اول جماعات وجدت او دعت لاقامه وطن قومي لليهود او حل المشكله اليهوديه في الارض المقدسه من خلال تنصيرهم. لكن النقطه الاخرى انه ايضا اليهود انفسهم المبتدئين لم يؤمنوا بهذه الفكرة الصهيونية، وجد القادة الصهيونية مشكلة أو صعوبة في إقناع اليهود، ولهذا لم يجدوا إلا بعض حخامة منهم. كان حخام الحسنى القالعي أصدر فتوى يهودية وتقول إنه إذا دعمنا الحركة الصهيونية فإنها ستكون محاولة لتعجيل المسيح المخلص، لأن اليهود يؤمنون أن العودة إلى فلسطين أو الأرض المقدسة مرتبطة بخروج المسيح المخلص، وهو الذي سيقودهم إلى الأرض المقدسة. بالنسبة للحركة الصهيونية أو قامت دولة كانت ضد تعاليم أو إيمان اليهود، ولهذا بدأ بعض المخاخمات أو رجال الدين يحاولون أن يبرروا ظهور الدولة اليهودية، وقالوا أنه ظهور الدولة اليهودية سيعجل إقامة أو وصول المسيح. ومن هنا استطاعت الحركة الصهيونية أن تدخل في صفوف المتدينين خاصة في شرق أوروبا.
تفضل. شكرا دكتور ابراهيم. المحاضره اللي ذكرتنا في فلسطين في ضمن يشهد الواقع العربي والمآسي. سؤال من خلال قراءاتك او ابحاثك، هل لاحظت ووجدت ان هناك بعض المواقف او مواقف بعض الدول او الاطراف العربيه تواطأت مع وعد بلفور او مع وعد بريطانيا اليهود بوطن قومي في فلسطين، يعني من 1917 حتى قيام اسرائيل 48، يعني خاصه ان في بعض الكتاب تحدثوا عما حملته اتفاقيه العقيد لرسم الحدود ما بين الكويت والعراق والسعوديه في 1922، واخذ يعني وعد من احد اطراف هذه الاتفاقيه بان هناك حق لليهود في فلسطين. ونشر يعني حتى صفحنا فوق سنجد ان هذه الوثيقه موجوده. فللاسف يبدو هناك في حديث خجول حول هذا الموضوع. هل بما انك موجود في بريطانيا وبحثت في الاوثاق الفلسطينيه واوثاق ما يتعلق بالفلسطين، هل هناك صحه لمثل هذه الوثيقه مثل الصوره عن احد اطراف اتفاقيه العقيد؟ والله انا يعني لا اعرف، اول مره بسمع بالدكتور، لكن هو ما حدث انه العرب او الممثلين بالشيخ حسين شعروا انه خدعوا، يعني حتى مثلا عندما يعني يقال انه في اتفاقيه سايكس بيكو لم يعرف عنها الشريف حسين، زاره ماركس سايكس وكذلك بيكو في جده واجتمعوا مع الشريف حسين، وكان تحدثوا معه واعطوه فكره انه معلومات غامضه عن الاتفاقيه لم يعرف عنها. انا ما بعد الاشراف. احنا من الاشراف معكم عن يعني ما بعد الاشراف. لا ما عندي انه هناك يعني تواطؤ عربي يعني او يعني الوثيقه التي تنسب الى الملك عبد العزيز لم تسمع عنها؟ لا، الملك عبد العزيز مثلا في كان نقطه عندما اجتمع روزفلت في الباخر الكوينسي، في الباخر الكوينسي كان طلب الملك عبد العزيز من روزفلت انه اذا تم ترتيب اي شيء بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه او الوضع العربي في فلسطين، فيجب ان على بريطانيا على الولايات المتحده، لان بريطانيا على الولايات المتحده بعد حرب العالميه الثانيه كما ترى اصبحت القوى العظمى التي تحدث محل بريطانيا، فيجب ان يستشار العرب. لم يعني ظل الرؤساء حتى ترومان هو الذي خلق هذا التقرير، لانه كان لديه قاعده من اليهود الذين يعني يدعمون الانتخابيه، فلذلك قرر ان يعني يتراجع عن ما يسمى عهده روزفلت. وهذه العهده كما اظهر رشيد خالد في كتاب صدق بالسنوات لو بروكرز ان ديسيت، كتاب مهم، قال انه يعني هذه التقليد استمر من ترومان حتى اوباما. شكرا. في قبل وعد بلفور كان في وعود لاسرائيل اليهود ياخذوا ارض يعملوها وطن في اوغندا. نعم. فهل الكلام ده مظبوط وايه علاقته يعني المسافه اللي بينهم وبين وعد بلفور؟ ليه اختاروا فلسطين بدل اوغندا؟ نعم، هو كان من العروض كان عندك يوغندا، قبرص والارجنتين. اختاروا فلسطين نظرا للصلات التاريخيه والدينيه. يفككوا العرب عشان العرب تفضل مفككه بس، ولا عشان يفتحوا بس يعني لليهود؟ نعم، هي بالضبط يعني علاقه الصهيونيه، اختارت الصهيونيه فلسطين نظرا للعلاقات التاريخيه بالشعب اليهودي مع فلسطين، لكن ايضا لها علاقه بالدوله بفر ستيت او الدوله الحاجزه اللي وردت في مؤتمر في مؤتمر كامبل بالنورمان. في نقطة كنت عايز استفهم، فكر رجال الدين اليهودي واعتقد تختلف تماما مع الفكر الصهيوني. يعني نلاحظ جماعات الآن في إسرائيل فعلا تؤيد الوجود الفلسطيني وإن هذا وطنهم وإحنا وجودنا خطأ. شايفها ازاي الموضوع ده في رأيك؟ وفي بعض الحركات. النقطة الثانية، كيف نرى التقسيمات التي تتم الآن في الوطن العربي؟ يعني هل نستفد من تلك القضية الأولى قضية وعد بلفور والتقسيم زي الاستقرار الذي حصل الآن يحدث
في كل المناطق، في كل الدول العربيه تقريبا، في ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا. المشروع جاهز واحنا شايفينه قدام عينينا، وما استفدناش من التجربه الاولى، مش عارفين ناخد حاجه، مش عارفين نعمل حاجه. يعني الشق الاول هو انه في بعض الحركات لا تؤمن بقيام اسرائيل او قيام دوله اسرائيل قبل ظهور المسلمين، منها معروف في حركه ناطور كارتا اللي كانت لها نواب في المجلس الوطني الفلسطيني وعلى علاقه مع الرئيس الراحل رحمه الله عليه ياسر عرفات. لكن اليهوديه كأي دين فيها تنوعات كثيره، حتى الان داخل اسرائيل هناك تنوعات، مثلا الارثوذكس، الالترا ارثوذكس، عندك الريفيجنست التصحيحيين، عندك البروجريسيف، عندك يعني كل عندك الهسادة الصوفيين، في هناك تنوعات كثيره جدا. وكما اشرت انه في البدايه انه الكثير من اليهود لم يدعموا الحركه الصهيونيه، نظرا لانه حتى هرتزل كان نفسه كان ملحد، لم يكن يؤمن، وكان يعني يرى انه حل مشكله اليهودي من خلال إقامة وطن على طريق العلمانية. وذلك معظم القادة المؤسسين الإسرائيليين كانوا يعني متنورين، المتعلمين، أصحاب اللغات يعني العلمانيين. ففي هذه الحركات أو الدينية في داخل المجتمعات اليهودية لم تكن راضية عن الحركة الصهيونية في البداية، لكنها بعد ذلك يعني رضيت من خلال يعني تكييف الفكر الصهيوني في اطار الروايه الدينيه، لانه عمليا اليهود يؤمنون انه الخلاص مرتبط بظهور المسيح. وأنا أتفق مع الأستاذ أمين. It is more than a promise. يعني it is an action plan for a long time. ويمكن نرجع إلى مؤتمر بازل 1800 المؤتمر اليهودي، وقد نرجع أكثر بعد من 1898 إلى 1706 في بافاريا، وقيام النورانيين بتكليف الكاهن روتشارد في كتابة المخطوطات القديمة، والذي قام بتدريسها في كنيسته الصغيرة في بافاريا، وتشكل أول جروب للجودي كريستيان، ومن ثم تكون اللي كان مثل الساكسون، وتكون فيما بعد الأنجلو ساكسون، ونحن من ذلك اليوم وحتى هذا اليوم في سلسلة متكاملة يسميها ويليام جايكار صاحب كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، يسميها كونسبيرسي ثيوري. وأريد أخذ الموضوع من الحافة الغربية، يعني بلبس القبعة الغربية وأتكلم. إحنا نقول دائما الغربيين هم أو إن الغربيين هم دائما بمؤامرة ضدنا، وهذا واقع. لكن أيضا ما هي أخطاء، خاصة في تداعيات تاريخية لوعي النفوذ. لما العلاقة العربية العثمانية طويلة الأمد، والتي كانت محاضرة الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، وكانت هنالك وشائج كبيرة بين العثمانيين والعرب، لكن نرى العرب يخونوا العثمانيين ويقفوا إلى جانب الغربيين والإنجليز بالتحديد، ومن خلال لورنس العرب يقوموا بضرب قطار الشرق السريع، وكانت اشتعال أول شرارة بهذا الاتجاه، ولاحقنا ما لاحقنا من ذلك التصرف. الآن العالم يشكل نفسه بشكل آخر بس بنفس المضمون. الآن الاستعمار الأمريكي، التواجد الأمريكي والوضع الإقليمي الفارسي وليس التركي. وأيضا نرى العرب متجاذبين بين هذا وذاك، إلى حد بدأت هنالك مؤشرات بالتيار القومي العربي لأن ترى فلسطين وقضية إسرائيل ليست هي القضية المركزية، بل بالعكس محاربة إيران هي القضية المركزية الآن. وبذلك قد نخطأ خطأ آخر لل100 سنة القادمة في التخلي عن الجار مقابل الأجنبي، ليس دفاعا عن إيران أو عن تركيا، بس من إطار البحث العلمي. أنا أتكلم من إطار البحث العلمي والمتغيرات التي ترافق الباحث لما يرى الكورليشنز بين هذا الفاريبل وذاك الفاريبل. وأقول قد تداعيات التاريخية التي مرت بال100 عام نتيجة الخطأ التاريخي في الوقوف مع الغربيين وضد الأتراك
ستقودنا مرة أخرى لخسارة 100 عام جديدة للموقف بين القرار لأن نكون مع التحالف الأمريكي أو التحالف الفرنسي، أو هنالك إمكانية بإيجاد مشروع وطني عربي مستقل، ولكن رأيي في ذلك. يعني أنا اتفق معكم، يعني هذه المداخلة أكثر منها سؤال. يعني عمليا احنا أشرنا إنه المشروع الصهيوني فعلا هو مر على مراحل، وإنه يعني هو كان واعد، لكنه كان يعني ضربة أو تراكمات أو الجهود البريطانية أو الجهود الصهيونية من أجل إقناع الدول الغربية في المساعدة في المشروع الصهيوني، لأنه مع ظهور هرتزل وظهور الحركة الصهيونية كان هناك إيمان بمحاولة الضغط على الدول الكبرى الفاعلة في ذلك الوقت وهي بريطانيا وفرنسا من أجل دعم المشروع الصهيوني. ويعني وقد تحققوا واستفادوا من هذا الوعد وحاولوا أن يحققوه عمليا من خلال يعني عدة طرق. أيضا العامل المهم في هذا أنه الصهاينة أصبحوا الصديق الحقيقي للبريطانيين، لأنه في أكثر إذا عدت لهذه الفترة أو إلى تصريحات المسؤولين البريطانيين صحيح كان هناك كراهية فيهم الصديق الذي يمكن يعتمد عليه. وهنا يعني لويد جورج ومارك سايكس إذا لديهم تصريحات واضحة في هذا السياق تقول إنه الصهاينة هم العدو الذي يعني يمكن أن يعتمد عليه. في لويد جورج كان لديه صديق في محرر صحيفة الجارديان مانشستر جارديان أسكوتس صورته إذا فتحت الجارديان عنده تعبير معروف comments is free but facts are sacred بالإحياء. وكان هذا صديق عزيز للويد جورج. أرسل المراسل الحربي في الصحيفة وكتب سلسلة من التقارير عن فلسطين وقال إنه فلسطين يجب أن تكون البفر ستيت، وأعز أصدقائنا أو الأكثر أصدقاء يمكن يثق بهم هم الصهاينة. فكان من حظ الصهاينة أنه الدول الكبرى آمنت بقضيتهم ودعمت هذا. أما الشق الآخر اللي تحدثت عنه فطبعا صحيح يمكن النقاش فيها. شكرا دكتور وليد بلوش على المحاضرة. يعني أنا بذكر عندي ملاحظة. وعد بلفور أظن هو ليس بدأ تنفيذه ب 1917 ولكن قدم بلفور للبرلمان البريطاني 1914 ولكن بدأ تنفيذ 1917. في ذلك الوقت كتب المندوب السامي هربرت سمور إلى الملك خزعل، وهذا ردا على أخوي الأستاذ مصطفى الأمارة، بأنه يتعاون معهم إذا حصلت لبناء دولة إسرائيلية على أرض فلسطين ولا يهيجون المنطقة. فكتب التعاون معه لأمير المحمرة الشيخ خزعل، ورد الشيخ خزعل على نفس باستهزاء، يعني حتى ما كتب له رسالة رسمية، على نفس الرسالة قلبها وكتب بخط إيده نفذ فلسطين بالغالي والنفيس. وأيضا في نفس العام كتب الأمير خزعل رسالة إلى المفتي الحسيني أن قدم علينا أهلا وسهلا فيك كندعم القضية الفلسطينية، ودعم وليس كل العرب أن نتواطؤوا مع القضية الفلسطينية. الشيخ خزعل أمير المحمرة الشعب الأحوازي يعني قدم في 1917 25,000 أصمنلية ذهب إلى القضية الفلسطينية بإيد المفتي الحسيني. هذا واحد. وأيضا عندنا الكثير من المناضلين الأحوازيين هم دخلوا الثورة الفلسطينية ودخلوا على أرض فلسطين ويقاومون يعني واستشهدوا في أرض فلسطين. وحتى هنا في بريطانيا عندنا أحوازيين يعني شاركوا مع التنظيمات الفلسطينيين. وأنا جبت أحد الأصدقاء الذي 30 عام سجنته بريطانيا وقبل عامين أطلقوا سراحه، اللي هو الآن
يعني ما هو إنسان نورمال، اللي هو كان أن اشترك في عملية الفريق الإسرائيلي في بريطانيا. يعني ممكن الحكام العرب أو الشعوب العربية هم تواطؤوا بعض الأحيان، لكن الكثير منهم نعم. استشهد على أرض فلسطين في أثناء الثورة الكبرى. إذا أخذنا شخصية عز الدين قسام فهو سوري، هاجر إلى فلسطين وقاد ثورة ويعني ودفن في فلسطين. هناك مسلم هنود، هناك من السودان، من مصر، معروف المشاركة المصرية، العراق، يعني لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لكن يعني النقطة اللي أشرتها أنه بلفور قدم وعده في عام 1914. أنا عندي السيرة الذاتية لبلفور. بلفور طبعا شخصية غريبة في التاريخ البريطاني. هو سياسي مرتبط من أمه اسكتلندي، مرتبط من جهة أمه بسيسيل رودز الاستعماري المعروف، رودز اللي سميت روديسيا أو زيمبابوي اليوم على اسمه. وكان خاله لورد سالزبوري دخل، كان صار وزير رئيس وزراء بريطانيا في بين 2004 إلى 2006 أو 2005، لكنه كان رئيس وزراء ضعيف. عاد إلى الحكومة، هو عاد إلى فيرست لورد أوف أدميرالتي في حكم ائتلاف عمله أسكوث في بين 1915 1916، وأصبح وزير خارجية في عام 1900 في هذه الحكومة. فهذا يعني في هذه الفترة كانت المداولات حول وعد بلفور. أما إذا كان يعني ال 14 ما عندي معرفة، رسالته للشيخ خزعل الشيخ محمد ما ليس عندي معرفة. المشكلة أيضا مهم في شخصية بلفور أنه شخصية غريبة، لم يتزوج أبدا، كان هو تدرب كفيلسوف وكتب كتاب في الدفاع عن الفلسفة، وكان عنده يعني نقاش أو رأي حول believing that human reason could determine truth. يعني كان عنده رأي ضد الرأي الذي يقول إنه الرأي الإنساني، الرأي الإنساني يمكن أن يجد التروث ولديه أو الحقيقة. هناك أثر عنه كثير من التعبيرات، منها تعبير nothing matters very much and few things matter at all، يعني لا شيء يهم أشياء قليلة تهم. فهو إذا ذهبت إلى ويكيبيديا في عنده معلومات كثيرة عن حياته، وشخصية غريبة حتى في طريقة حياته. اللافت في الانتباه إنه لما توفي كان آخر واحد شافه وايزمان. وايزمان كان آخر واحد زاره في إسكس في بيت ابن أخوه أو يعني أخوه في إسكس، زاره في عام 1928 ووفاته 1928 أعتقد 1930 زاره، بعد ذلك توفي. فدليل أن الصداقة بقيت قوية بينه وبين وايزمان. تفضل. شكرا للدكتور إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة. طبعا الآن الوضع العربي الصعب والذي نقول عليه الهشيش أو الضعيف، والقضية الفلسطينية كانت هي الشغل الشاغل للعرب إجمالا، يعني هي القضية الأولى والأخيرة. ولكن الآن لدينا قضايا كبرى، قضية سوريا وقضية ليبيا وقضية يعني الدول العربية الآن كل دولة بما أعني مشغولة بهمها وبمشاكلها. ما هو نظرة الدكتور إبراهيم للمستقبل الفلسطيني أو للشعب الفلسطيني؟ ما هو مستقبله أو ماذا ينتظر المستقبل للشعب الفلسطيني؟ يعني هو على المدى البعيد، يعني القضية الفلسطينية قضية عادلة، يعني لن يضيع الحق، لكن إذا قرأت الواقع على الأرض بعد فوز ترامب والترحيب الذي برز من المستوطنين بأن ترامب سيكون صديق للفلسطينيين وصديق لإسرائيل، وأن ستتحرر إسرائيل من قيود أوباما، رغم أن أوباما إذا قرأت كان أكثر رئيس أمريكي يقدم دعم للولايات المتحدة الأمريكية يعني لإسرائيل. قدم لها صفقة بحوالي 38 مليار دولار أسلحة
هذه أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل. إذا راحت على الواقع على الأرض، أنا كنت في فلسطين قبل شهر يعني أو في الشهر الماضي، فالاستيطان حركة استيطانية واسعة كانت في الأسبوع الماضي، قانون لتشريع شرعنة البؤر الاستيطانية. هذه مجموعة كتل استيطانية بيبنوها المستوطنين في مناطق يأخذوا من الأراضي الفلسطينية، ثم بعد ذلك تقدموا من أجل جعلها مستوطنات حقيقية. الآن في ظل ترامب لا نعرف أنه عنده سياسة واضحة من إسرائيل، أو يعني في البداية قال أنه إسرائيل يكون نيوترال أو محايد في القضية، بعد ذلك قال أنه لا يمانع أنه سينقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. أحد المستشاري اليهودي تحدث إلى الجيش الإسرائيلي قال أنه ترامب دائما لا يرى الاستيطان عقبة في سبيل السلام. نفتالي بنت وزير التعليم الإسرائيلي خرج بعد التصريحات وقال أنه فوز ترامب يعتبر نهاية الحل الدولتي. ما يجري حقيقة أنه قد يعني يقود ترامب أو لا إباليته من القضية الفلسطينية وإسرائيل وتواطؤه مع إسرائيل إلى قتل حل الدولتين. إسرائيل يعني تؤمن بحل الدولتين نظريا، الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين نظريا، لكن عمليا على الواقع انه في الضفه الغربي هناك نصف مليون مستوطن، معظم الاراضي الذي المفترض ان تقوم عليها الدوله الفلسطينيه لم تعد قائمه. اذا ارادت ان تقيم دوله فلسطينيه فهي مفككه. احد الصحفيين الاسرائيليين كتب مقال قبل فتره قال انه اذا قامت الحكومه الاسرائيليه او نتنياهو بضم اجزاء من الضفه الغربيه، وهذا طبعا قرار مؤجل منذ 50 عاما، يعني ولادة دولة واحدة، دولة يعيش فيها الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية، يعني على غرار دولة التمييز العنصرية في جنوب افريقيا. البداية ستكون من معالي أدوميم. معالي أدوميم هذه تبعد 15 كيلو في الخط الأخضر عن القدس، وهي مستوطنة كبيرة، كتلة استيطانية كبيرة. إذا تم ضمها عمليا لإسرائيل، وهي فعلا مضمومة لإسرائيل، إذا تم ضمها إلى القدس أو إسرائيل فيعني نهاية حل الدولة الفلسطينية. حضرتك تعتقد أن إسرائيل طبعا دلوقتي بقى لها فترة كبيرة جدا يعني في خلاف بينها وبين العرب، بس عملت اتفاقيات سلام مع مصر، وفي اتصالات قوية جدا بينها وبين بعض القيادات العربية وفي الخفاء وبطريقة بطرق غير مباشرة، وقد شوهد بعض القادة الإسرائيليين في بعض الدول العربية زي الإمارات مثلا في دبي بالذات. فهل تفتكر لو وبعدين إسرائيل بقت أمر واقع يعني العالم كله معترف بها، هل تفتكر إن العرب لو استعملوا سلام مع إسرائيل المنطقة هتهدأ، ولا هيفضل برضه في صراعات أخرى في المنطقة العربية؟ هو الآن اللي يجري في المنطقة إنه نتيجة الثورات العربية هناك نوع من يعني تلاقي المصالح بين، يعني مثلا الحديث التي تمت عن علاقات وتعاون أمني سعودي إسرائيلي، يعني مبعثه هو على معارضة إسرائيل للمشروع النووي الإيراني، وكذلك مخاوف السعودية من المشروع النووي الإيراني. هناك أيضا علاقات مع مصر، طبعا علاقات سلام باردة كانت، ولكن في ظل النظام الجديد هناك علاقات يعني دافئة أكثر. في الإمارات هناك يعني مقر، لأنه الإمارات فيها مقر إحدى المنظمات الدولية، ولذلك أقامت مكتب المصالح التجارية في الإمارات. في عمان كان هناك في مكتب مصالح تجارية في السلطنة، لكن أغلق في مرحلة ما. السلطنة عمان عندها سياسة خارجية يعني مستقلة عن سياسة دول الاتحاد الخليجي. هي مشكلة إسرائيل أنها لا تريد السلام مع الدول العربية. هي مشكلة إسرائيل أنه دولة صغيرة 6 ملايين نسمة، التطبيع معها يعني الذوبان في محيط عربي من 200 مليون أو 300 مليون عربي، ولهذا السبب دائما تتعذر الأمن. وكل يعني إسرائيل بدل من أن تفتح حدودها وتتعاون مع هي عندها معاهدة سلام مع دول عربية، مع الفلسطينيين، مع الأردن، مع مصر، وكانت لديها علاقات سلام طويلة
مع سوريا بسبب انه هذه الجبهه ظلت امنه مده 40 سنه لم تدخلها ولا رصاصه واحده، فعمليا اسرائيل كانت امنه وكان عندها فرص كثيره لان تقيم علاقات سلام مع العرب وان يعني تحل كثير من القضايا التاريخيه يعني تعطي الفلسطيني بعض حقوقهم. اسرائيل يعني تخشى من التطبيق. اسرائيل يعني دائما زي مثلا اغنيه البرابرتو على ابواب المدينه، دائما تخوف سكانها انه في هناك وحش على ابوابكم راح ياتي ويقتلكم وهم هؤلاء العرب، ولهذا الامن دائما اصبح عقيده في الامن في ابقاء اسرائيل متكامله، وبدل من تفتح حدود الان تقيم جدران، مثلا اقامت جدار طويل مع غزه، مع مصر، مع سيناء، مع الان في وادي الاردن، وهي دوله يعني الاردن يعني دوله يعني تعتبر صديقه، الا انها يعني شو اسمه اقامت جدار كبير مع الاردن مع سوريا، جدار يعني في اجهزه استشعار عاليه من اجل منع الجهاديين من الوصول اليها. فالاشكاليه هي انه ما دام اسرائيل لا تريد السلام ولا تريد التطبيع مع الدول العربيه فانه يعني المستقبل بيظل غامض، لانه هذه الدوله يعني قامت من اجل الاستمرار المشاكل في الدول العربيه او في المنطقه العربيه، ما دام لم تحل قضيه الظلم الفلسطيني ولم يعني تقوم علاقات صداقه علاقات يعني قرابه او تحترم اسرائيل الجوار، يعني دائما